بس من قلة الأكل أجسادنا هتبدأ تنهار، وبتطرح فكرة أكل الكلب. لكن نولان بيرفض بشدة، ما ينفعش ناكل فرد من العيلة، احنا مش عارفين نأكل نفسنا، ازاي هنأكل الكلب؟ أنا مش هسمح لك تقتلي لي صاحبي اللي دايما كان بيحمينا. بس هي هتعمل تصويت، وللأسف أخوه بيوافق. بكرهكم كلكم وبكره البيت ده، وبيسيبهم وبيخرج. وبتخرج جون وتاخد السلاح وتشد منه الكلب وسط رعب الكلب اللي حاسس بكل اللي بيحصل، وبتجرجر الكلب وسط توسلات ابنها وتروح بيه على المشي. وبتحاول تحضن الكلب حضن الوداع وهي بتعيط، والكلب من الضعف شعره بيقع. وخلاص جت اللحظة الفارغة اللي هتقتل فيها الكلب، رغم ان هي مش عايزة ده، بس هي شايفة ان ده لازم يحصل. بس بيظهر نولان ويقولها كيان ملهوش وجود، لازم تشوفي بنفسك. وبيقطع الحبل ويقفل عليها باب المشتى، وبتحاول تكسر الازاز وده بيفتح يلا. وبيوصل سام ويمسك في اخوه، بس بيظهر الكيان ويقول لها يا حبيبي